الرابعة الإمام علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه، فإن الإباضية لا يزيدون عن حكاية ما حدث في عهده، ولا ينالون من شخصه شيئا، وهم أكثر الناس تقديرا له واحتراما لصحبته رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرابته منه. هناك فرقة من الفرق الضالة التي تنتسب إلى الإسلام العظيم تسمى بالإباضية، فرقة الإباضية، وهي فرقة ضالة من الخوارج الذين يكفرون غالبية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الفرقة الضالة هم الذين كانوا يقولون عن علي رضي الله عنه أنه عبد مخذول. أمام حضراتكم كتاب السير والجوابات لعلماء وأئمة عمان، الجزء الأول صفحة رقم 112. قال: فلما خلع علي لم يرضى بالحكم الذي أوجبه على نفسه وطلب قتال معاوية فخذل، ولم يتبعه من يكون فيه لمعاوية قتال، وصار مخذولا قد خذله الناس. الإباضية يقولون عن علي رضي الله عنه أنه صار مخذولا قد خذله الناس، من بين رجل أنكر الحكومة فخذله، وآخر رضي بما حكم عليه فخذله، فلم يرضى علي بما حكم عليه، فكيف هذا؟ فإن تكون الحكومة باطلا فقد كان ينبغي له أن لا يحكم، ولا هو رضي ممن حكمه ولا اتبع من نصحه، فانسلخ من رحمة الله. الإباضية يقولون عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه انسلخ من رحمة الله ومن الملك وبقي مخذولا حتى بعث الله عليه عبد الرحمن بن ملجم رحمه الله فقتله غضبا لله ثائرا بدم المسلمين. هذا الملعون المجرم عبد الرحمن بن ملجم الخارجي الذي قتل أمير المؤمنين عليا رضي الله عنه يترحم عليه الإباضية ويقولون أن عليا انسلخ من رحمة الله ومن الملك وبقي مخذولا، ويترحمون على قاتل سيدنا علي. بل هؤلاء الإباضية يبرؤون من سيدنا علي رضي الله عنه والحسن والحسين، ويكفرونهم كما يكفرون غيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمام حضراتكم كتاب المعتبر تأليف محمد بن سعيد الكدمي. طبعا الملاحظ أن كل هذه الكتب تطبع في سلطنة عمان، لأن هذه الدولة دولة إباضية، وحتى مفتيها المدعو أحمد الخليلي يتدين إلى الله بدين الإباضية، نعوذ بالله من الخذلان. هذا الجزء الثاني من كتاب المعتبر صفحة رقم 43. يقول: وكذلك إذا علم أن عمر بن الخطاب من الأشقياء فعليه أن يبرأ من عمر بن الخطاب رحمه الله براءة حقيقية. كذلك نحن تولينا عمر بن الخطاب رحمه الله بما ظهر إلينا من عدله، وبرئنا من علي بن أبي طالب بما ظهر إلينا من جوره. الإباضية يبرؤون من سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ويتهمونه بالجور. أمام حضراتكم كتاب الضياء لسلمة بن مسلم العوتبي، أيضا الكتاب طبع سلطنة عمان، الجزء الثالث صفحة رقم 73. يقول: أهل البراءة، يعني هؤلاء يتبرأ منهم الإباضية، أهل البراءة عثمان وعلي وابناه الحسن والحسين. الإباضية يتبرؤون من كل هؤلاء. أهل البراءة عثمان وعلي وابناه الحسن والحسين وطلحة وجميع من رضي بحكومة الحكمين، وعبد الملك بن مروان وعبد الله بن زياد والحجاج بن يوسف وأبو جعفر المهدي وهارون وعبد الله بن هارون وأشياعهم وأتباعهم ومن تولاهم على كفرهم. كل هؤلاء الصحابة ومن بعدهم من التابعين كلهم كفار، ومن تولاهم على كفرهم وجورهم، وأهل البدع وأصحاب الأهواء والمرجئة والزنادقة والأزارقة وجميع الخوارج المارقة الذين استحلوا سبي أهل القبيلة. ثم عد بعض الفرق وقال: والمعتزلة بما وقفوا عن عثمان وعلي والزبير وغيرهم وجميع الكافرين من الأولين والآخرين. إذن هؤلاء الإباضية المجرمون يكفرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمام حضراتكم كتاب السير والجوابات لعلماء وأئمة عمان، الجزء الثاني صفحة رقم 307. يتكلم المؤلف عن قصة الحكمين. قال: وكذلك علي أمره الله بقتالهم، فلا يحل له ترك ذلك ولا تحريمه منهم حتى يفيئوا إلى أمر الله، ولا يحكم أحدا منهم ولا فيهم بعد أن فرق الله بينه وبينهم، فهذا دليل على كفر علي وضلاله وصواب أهل النهروان وعدلهم. هؤلاء الخوارج المرضى في عقولهم وقلوبهم
يكفرون عليا رضي الله عنه الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. سيدنا علي مقطوع له بالجنة، وهؤلاء الخوارج المجرمون يحكمون عليه بالكفر والضلال. ده أمام حضراتكم كتاب قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة، تأليف جميل بن خميس السعدي، الجزء 8 صفحة رقم 260. قال الخبيث: ثم إن علي بن أبي طالب استخلف على الناس فنقض عهد الله وحكم في الدار غير حكم كتاب الله وقتل المسلمين وسار بالجور في أهل رعيته، فعلى هذا الذي صحت منه سعادة علي بن أبي طالب أن يتولى لله علي بن أبي طالب على سفكه لدماء المسلمين وعلى تحكيمه في الدماء غير حكم كتاب الله وسيرته القبيحة. هذا الكلام يقال عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. وفي الصفحة التي تليها يقول: فإن قال فقد قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنه من أهل الجنة، قلنا له: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن لم يصح معنا. ينكرون كل فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وإن كان هو الحق أصح معنا أم قول الله تعالى إذ قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. هذا الخبيث يقول أن هذه الآية تنطبق على سيدنا علي رضي الله عنه. ولم يكتف هذا المجرم بذلك، بل قال إن قوله سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أيضا تنطبق على علي رضي الله عنه. نعوذ بالله من الخزي والضلال. ثم يكمل الخبيث قائلا: فنحن قد صح معنا أن علي بن أبي طالب قد قتل المسلمين، فعلينا أن نبرأ من علي بن أبي طالب، وعليك أن تبرأ ممن قتل المسلمين إن صحت عندك سعادة علي بن أبي طالب وتتولى لله علي بن أبي طالب. هذا يقال في علي بن أبي طالب الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. وفي كتاب الاستقامة للكدمي ينقل إجماع الإباضية على أن عليا حاد عن سبيل الله. والكتاب أمام حضراتكم على الشاشة من تأليف العلامة المحقق محمد بن سعيد الكدمي، الجزء الأول صفحة رقم 118. قال: وقامت به الحجة من إجماع أهل الحق. خلي بالك، هذا إجماع، لأن بعضهم اليوم ينفي تكفير علي رضي الله عنه وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نفاقا وتقية، فلينتبه إلى ذلك. وقامت به الحجة من إجماع أهل الحق وهم الأمة، يقصد الإباضية، أن علي بن أبي طالب حاد عن سبيل ما كان عليه من حجة الله، وأن أهل النهروان اللي هم الخوارج نفسهم ثبتوا على الأصل الذي كان عليه. وحتى علماء الإباضية اليوم الذين ينكرون تكفير الصحابة تراهم دائم الثناء على الكتب التي تكفر عليا وتكفر أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. في مقدمة كتاب المعتبر للكدمي صفحة رقم 4 تجد أن أحمد الخليلي مفتي سلطنة عمان اليوم يثني على مؤلف هذا الكتاب الذي يكفر سيدنا عليا وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول أن أبا سعيد مؤلف هذا الكتاب معدود في أجلة علماء المذهب الإباضي بعمان، حتى أنه لقب بإمام المذهب. وفي صفحة رقم 8 دار النشر تقول: فهو أي أبو سعيد الكدمي هذا مكفر علي، فهو كما قال العلامة الخليلي بحق، أصبح أبو سعيد بهذا الكتاب الجامع لأحكام الولاية والبراءة وكتاب الاستقامة إمام العلماء بلا منازع. يعني الشيخ أحمد الخليلي مفتي الإباضية اليوم في سلطنة عمان يعتبر الشخص الذي يكفر عليا رضي الله عنه وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إمام العلماء بلا منازع. مكفر علي إمام العلماء عند الإباضية، فحسبنا الله ونعم الوكيل. فإن الإباضية لا يزيدون عن حكاية ما حدث في عهده، ولا ينالون من شخصه شيئا، وهم أكثر الناس تقديرا له واحتراما لصحبته رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرابته منه. فإن الإباضية لا يزيدون عن حكاية ما حدث في عهده، ولا ينالون من شخصه شيئا، وهم أكثر الناس تقديرا له واحتراما لصحبته رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرابته منه. فإن الإباضية لا يزيدون عن حكاية ما حدث في عهده، ولا ينالون من شخصه شيئا، وهم أكثر الناس تقديرا له
واحتراما لصحبته رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرابته منه، فإن الإباضية لا يزيدون عن حكاية ما حدث في عهده، ولا ينالون من شخصه شيئا، وهم أكثر الناس تقديرا له واحتراما لصحبته رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرابته منه، فإن الإباضية لا يزيدون عن حكاية ما حدث في عهده، ولا ينالون من شخصه شيئا، وهم أكثر الناس تقديرا له واحتراما لصحبته رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرابته منه. فالكذب من أخبث السجايا التي تكون في الإنسان، ولا يطمئن إلى الكذاب بأي حال من الأحوال.